قلبي يحب برشلونة، أنا أحببت هذا النادي كثيرا. خبر جميل لعشاق برشلونة، كانسيلو يعود مجددا إلى البارسا إعارة حتى نهاية الموسم. كانسيلو أرادها ونالها. لو فكرت فيها منطقيا بتحس أن عودته للفريق هي خطوة للوراء أكثر من أنها تكون لتدعيم الصفوف. شوف، كل مشجع من حقه يصنف الصفقة حسب المعطيات اللي باني عليها سبب قبوله لانضمامه أو رفضه. بس لو فكرنا بشكل حقيقي بنلاقي الصفقة مفيدة لفليك خاصة وللبرسا عامة. بظن اللاعب اللي بيغادر من الفريق وبيرجع له في خلل بقرارات إدارة هالفريق، إنه كيف تتخلى عن لاعب كان معك بعدين بتقاتل لضمه. تعال صلح لك واحدة واحدة. أولا، كانسيلو بفترته الأولى مع الفريق كان معار، وبرشلونة اختار عدم تفعيل بند الشراء لأنه أصلا النادي كان ماليا تحت الصفر. ثانيا، برشلونة ما قاتلت تضمه لأنها كمان هي المرة حصلت عليه إعارة، وكانسيلو هو من عرض نفسه على الفريق، هو من طلب الصبر حتى ينتظر موافقة البرسا للتوقيع معه. ومع هيك شاف كانسيلو صفقة غير مفيدة للفريق، لأنه صح هو ظهير جيد هجوميا بس دفاعيا بيسبب لك عدم توازن وعنده مشاكل، يمكن هي المشاكل تصبح كارثية مع دفاعات برشلونة الشوارع هذا الموسم. طيب خلينا متفقين أن برشلونة عنده مشاكل دفاعية صحيح، وكانسيلو ايضا عنده نفس المشاكل الدفاعيه. طيب يا ترى برشلونه كيف بيحل هي المشاكل الدفاعيه؟ رح جاوبك قبل ما تسالني. بيحلها بالاهداف، وانت اعترفت من شوي انه كانسيلو جيد هجوميا، لذلك هذا شيء كافي يغير لك من قناعاتك حول اللاعب. لنفرض اني بدات اقتنع بوجهه نظرك في كانسيلو، بس انت فهمني شو الشيء اللي شايفه باللاعب وانا مو حاسس فيه. برشلونه بهيك وقت بحاجه للاعب يلي يلعب بالروح، يلعب من اجل الشعار. هيك نوع من اللاعبين بيحطوا دمهم على كفهم من اجل الفريق، رح يفضل الغالي والنفيس حتى يكون النادي بافضل احواله. وكانسيلو محبته وعشقه لبرشلونه سيفيده حتما. طبعا لا ننسى انه اللاعب ممكن يشغل مركزي الظهيرين الايسر والايمن، بالاضافه انه ممكن تضعه كجناح كمهاجم، وهذا الشيء بيسمح بإتاحة المجال امام فليك من اجل المداوره واراحه اللاعبين وبالتالي دعم الدكه. حلو، طيب شو دليلك انه كانسيلو رح يلعب من اجل الشعار وبيعشق النادي بالطريقه اللي انت شرحت فيها؟ بالبدايه قلت لك انه كانسيلو هو من عرض نفسه على النادي، واكبر دليل على كلامي حول محبته للنادي هو تصريحه شخصيا قبل عده اشهر: قلبي يحب برشلونه، انا احببت هذا النادي كثيرا ودائما ما احببت وقتي الذي قضيته هناك. والله لو الموضوع هيك لازم كل مشجع برشلوني يفرح بالصفقه لانها جرعه معنويه قبل انطلاق كاس السوبر. وهذا حديثي، مبروك لعشاق البرسا، صفقه جديده وفي وقتها، ومرحبا بكانسيلو من جديد. والان حابب اسمع رايك عن رايي بالتعليقات، حط لي لايك للفيديو قبل ما تمشي، ولا تنسى انه اشتراكك بالقناه مهم، فعل زر الجرس ليوصلك كل جديد، وطبعا شير المقطع لرفقاتك. بكبر فيكم وشكرا، سلام.